مرحلة ما لازم تكون جريء لاتخاذ قرارات جريئة. زي تعيين محمد وهبي قبل بدل من رجراجي ب3 شهور بس قبل كأس العالم، زي ما عين وليد رجراجي أو بدلا من وحيد خليوزيتش قبل كأس العالم 2022 ب3 شهور بس. فأنا بحيي الجامعة المغربية أو الاتحاد المغربي بصراحة. هو أعتقد هو السبب الرئيسي في المشروع المغربي اللي احنا شايفينه. اهلا ومرحبا بكم في احدى البرامج السعوديه. بقاو كيتكلموا على المنتخبات العربيه، وصلوا عند المنتخب المغربي وتكلموا على المنتخب المغربي وقالوا بان الجامعه الملكيه المغربيه بقياده فوزي القزع انقذت المغرب. كيفاش انقذت المغرب؟ لان المغرب مع الركراكي كان غادي للهاويه وكان المستوى ديال المغرب كينقص، لكن إقالة ركراكي وتعيين محمد وهبي أنقذ المغرب في كأس العالم وأعطى روح جديدة للمنتخب الوطني المغربي، لأن المنتخب حاليا يتمتع بروح انتصارية وعزيمة، أن المنتخب المغربي كيفرض اللعب ديالو على الخصوم. فنشوف الإخوان ديال الإعلام السعودي، وكنتمنى أنكم تعطيونا الآراء ديالكم فيما قال الإعلام السعودي حول إقالة الركراكي وتعيين وهبي وضخ ديما جديدة في المنتخب المغربي. من كل هذا الرعب، من كل صحيح. هذا التلبك، في فريق ثاني ومنتخب ثاني يدخل جريء قوي. صاروا يفكروا حرفيا بالفوز بكأس العالم، يكرروا انجاز 2022. اتكلم عن المنتخب المغربي. ابدا مع اسماعيل. المغرب اسماعيل 7 نقاط زاحمت البرازيل حتى اللحظه الاخيره على صداره المجموعه. بالامس انا في شيء لفتني في منتخب المغرب، رغم التبديلات وتغيير التكتيك وتغيير اشياء كثيره في المنظومه، الا انه في روح. يعني لما تشوف هم خسروا هدف اول رجعوا، خسروا هدف ثاني ورجعوا، فازوا 3-2. يعني خلاص انحسمت الامور، وحتى المنتخب المنافس ما عاد هاجم، لكن هم اصروا ان هم يسجلوا الهدف الرابع. شفنا قتاليه على كل كره من المنتخب. الان يعني صار فعلا مرشح انه يذهب بعيدا في كاس العالم. لماذا هذا الفروقات ما بين منتخب يدخل خائف ومنتخب يدخل من اجل الفوز؟ السبب هو الجامعة الملكية المغربية أو الاتحاد المغربي لكرة القدم. بقرار جريء جدا تغيير وليد الرجراجي باستبداله محمد وهبي المدرب الفائز بكأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي. انا كنت متواجد في كاس افريقيا، واعتقد كلنا تابعنا كاس افريقيا. صح. ماشي، منتخب المغرب تاهل الى النهائي، لكن مستواه لا يقارن بالمستوى الحالي اللي يقدمه حتى في كاس العالم. كان واضح جدا ان المنتخب المغربي في مرحله هبوط مستوى، حتى برغم الوصول لنهائي كاس افريقيا قبل شهور بس في المغرب. الاتحاد المغربي راى ان ممكن الفريق محتاج دوافع جديده، بمدرب جديد، بلاعب قادر يدخل دماء جديده وضخ دماء جديده على المنتخب المغربي. هو اللي فعله محمد وهبي. ومحمد وهبي اعتقد يعني ممكن المغرب ما يحققش حاجه البطوله دي، او ما يحققش اكيد الانجاز اللي حققه في البطوله اللي فاتت، لكن هو بيبدا مشروع جديد مع محمد وهبي. هم مش مستنيين مثلا نتائجه دلوقتي، لكن ممكن في ظل العناصر القويه. نتكلم على لعيبه قويه جدا: اسماعيل صيباري المنتقل او اللي اتم انتقال بايرن ميونخ، ابراهيم دياز، اشرف حكيمي افضل ظهير في العالم. المنتخب المغربي كمان في البطوله دي بيتميز بان عنده دكه بدلاء، او يعني لعيب خيارات بديله ممتازه جدا قادره ان هي تصنع لك الفارق. وشفنا امبارح رحيمي. سفيان يا رحيمي سلام. وياسين جسيم. فهو منتخب اصبح يعني لديه ثقه ان انا مفيش حد قدي، اقدر اوصل بعيد. ممكن ما احققش حاجه البطوله دي، لكن انا ماشي في مشروع على الطريق الصحيح. هو اللي بيميز المنتخب المغربي هو المشروع اللي مم. نفتقده في كل المنتخبات العربيه او في البلدان العربيه للاسف. مشروع قوي، اهدافه واضحه، مش شرط تحقق نتيجه في اول بدايه المشروع، لكن ممكن لازم تحقق نتائج في مرحله ما. لازم تكون جريء لاتخاذ قرارات جريئه، زي تعيين محمد وهبي قبل بدل من رجراجي ب3 شهور بس قبل كاس العالم، زي ما عين وليد رجراجي او بدلا من وحيد خليوزيتش قبل كاس العالم 2022 ب3 شهور بس. فانا بحيي الجامعه المغربيه او الاتحاد المغربي بصراحه. هو اعتقد هو السبب الرئيسي في المشروع المغربي اللي احنا شايفينه. نعم. زائد طبعا يعني المنتخب المغربي يسخر بعدد كبير قوي من اللعيبه المميزه. ايوب بعدي انت يعني واحد من افضل لاعبي خط الوسط في العالم حاليا، واعتقد الموهبه هتنافس عليها كل والله الانديه العالميه. سرق الأنظار والقلوب. يعني نتذكر عام 22 أناحي كيف كان ملفت بصراحة، والآن ومرابط. بعدي أيوب بعدي كيف يلعب وكيف واثق مع منتخب المغرب. محمد، اليوم وانا داخل الدوام سألت صاحبي المغربي اللي قد شفته وهو يشاهد مباراة كانت نهائي كأس العالم، مباراة تحت 20 عام، كان متحمس كثير إذا جاء هدف على المغرب أو شيء. فقلت له كيف كان في خوف يوم هايتي تقدمت بالنتيجة؟ ذكرني قال لا والله كنت مطمن،
يا رجل انا ما كنت معاك يعني وقت اللي هذا، ما شفت المشاعر. قال لا انا كنت مطمن، اعرف منتخبي واعرف مدربي. هذه الروح والثقه اللي لم تعد في اللاعبين فقط، ولم تعد في الجهاز الاداري والفني، حتى اصبحت للجماهير وهم يشاهدون منتخبهم. كيف نقدر يعني نستنسخ منها ونخليها كمثال للمنتخبات العربيه اللي تظهر بشكل مهزوز امام منتخبات بالامكان انك تفوز عليها؟ الشجاعة من وقت مبكر لما تلعب أنت تكون شجاع. يعني حتى في الأكاديميات، يعني احنا ممكن هنا في السعودية ممكن يصير فيها أكاديميات مرة كثيرة، نعلمهم على التمرير، نعلمهم على التسديد، نعلمهم على المراوغة، لكن ممكن ناسين أهم شيء اللي هي صقل الشخصية، لأن هذا أهم شيء. يعني أنت لما تشوف قبل في وقت سابق عندنا اللعيبة السعوديين تقريبا نوصل لكثير مراحل متقدمة في أكثر من بطولات كأس آسيا جبناها أكثر من مرة، رغم أنه ما كانت عندنا أكاديميات كثيرة، لكن كان عندنا شخصيات في الملعب. يعني كان شخصيات قوية متماسكة، كان بينهم روح جدا قوية ومجموعة واحدة. كثير من هذه الشخصيات كانت من الحواري، من كرة قدم في الشارع. دائما كرة قدم اللي في الحواري في الشارع تعطيك شخصية أقوى، صح، ما تعطيك يعني ما تطور إمكانياتك إلى حد مهول، لكن تزرع فيك هذه الشخصية. أنا بالنسبة لي إنه كيف نوصل مثل ما وصل فيه لاعيبة المغرب حاليا، أنا ما أحب المقارنة صراحة، لأنه فروقات جدا مختلفة بين المغرب وبين اللعيبة الموجودين هناك. التأسيس مختلف، اللعيبة ظروفهم مختلفة، لكن أنا بالنسبة لي مهم جدا إنه نركز على الشخصية بالمقام الأول، لأنه ممكن يكون عندك 10 لعيبة بإمكانياتهم عالية، لكن إذا ما كانت عندهم شخصية قوية إمكانياتهم هذه ما راح تفرض أو ما راح يطلعونها على أرضية الميدان. صحيح، إذن الشخصية عامل مهم. لكن أنا ودي أسأل إسماعيل عن النقطة الثانية في المنتخب المغربي، ونقطة التأسيس. يعني أنت ذكرت ما يعمله والعمل الإداري من الجامعة الملكية للاتحاد المغربي لكرة القدم. أيضا محمد ذكر موضوع صقل الشخصية، لكن تأسيس اللاعبين حتى فنيا وكرويا كلهم جايين من أكاديميات عالمية. يعني نتحدث عن يعني أشرف حكيمي جاي من ريال مدريد، ياسين بونو أتلتيكو مدريد على ما أعتقد، إبراهيم دياز مانشستر سيتي، تتكلم عن مجموعة من اللاعبين مثلا نصير مزراوي أياكس أمستردام. إذا ظل عد كل اللاعبين قادمين من أكاديميات كبرى تقريبا يعني، وحتى اللي جايين من الأكاديمية أكاديمية محمد السادس أيضا أكاديمية على مستوى عالي. لذلك هذا التأسيس قديش فرق مع المنتخب المغربي خلال بناء هذا المشروع، سواء لما نشوف احنا منتخب الأول، منتخب الشباب، منتخب حتى السيدات، كل الفئات متطورة جدا. إسماعيل، أكاديمية محمد السادس اللي أنت ذكرتها أحمد هي مثال ممتاز. يعني طلعوا تقريبا معظم القوام الفريق اللي حقق بطولة كأس العالم للشباب، صحيح، اللي هو جزء منه أصبح حاليا في المنتخب الأول. الجسيم هذا اللي سجل بالأمس، ياسين جسيم. حتى في أنت بتتكلم في المنتخب المغربي فيه الأسماء قوية جدا ما تواجدتش في كأس العالم الحالية. عثمان معم أفضل لاعب في المونديال الشباب اللي هو لاعب في واتفورد، ما تنمش. ياسر الزبيري للتأسيس أهم شيء للاعب، لأن هو مش بيأسسك فقط كرويا، لا، زي ما النقطة اللي ذكرها محمد، نقطة الشخصية، نقطة الحماس، نقطة الرغبة، نقطة الروح. أنا قادر بيزرعوا فيه جواه إن أنا قادر ألعب في أي أكبر فريق في العالم. ليه لأ؟ يعني اللاعب اللي قدامي ده يفرق عني إيه؟ العقلية بتفرق جدا. العقلية بتفرق ان انا مش هدور على اكبر عقد مادي عشان اروح لفريق مثلا في الدوري المحلي عندي، لا، انا ممكن ادور على عقد اقل عشان اطلع اوروبا، ثم انتقل من فريق الى فريق الى فريق حتى اوصل الى اكبر فرق في العالم. الشخصية مهمة جدا، الشخصية بتفرق. حتى الشخصية مش يعني الاتحاد المغربي مش فقط الشخصية تتعلق باللعيبة، لا، ده هم بيأسسوا وبيكونوا مدربين ان هم ازاي المدرب يكون قادر على مجاراة يعني اكتر الخطط المتطورة تكتيكيا في كرة القدم فعلا. ويعني ده جزء من اليوم المدرسة المغربية. صحيح، المدرسة المغربية موجودة في عالم كرة القدم بقوة. يعني منتخب الأردن مدربين مغربيين على التوالي. الآن الأهلي المصري على مقربة مع حسين عموتة، أيضا بيراميدز مع وليد الرقراقي. يعني لما تكون مدرب عندك واصل نصف نهائي كأس العالم وتقدر تغيره، يعني دليل انه انت عندك واحد احسن منه، يعني عرفت. فصار عندك مدرسه من المدربين، مثل ما نشوف مدرسه البرتغاليه، الالمانيه، جميل السلامي، مجموعه كثيره من والمدرب اللي وصل اخذ حقق كاس العرب ايضا لكن مجموعه السكتاوي عمان.
هم فعلا يعني هو يعني الشخصيه دي من اهم الحاجات، يعني من اهم الاشياء اللي فعلا تفكيرك انت كلاعب او كمدرب لو اختلف. ما تحولش فقط للماده او مم. للشهره، ان انا فقط اكون لاعب مشهور او عندي فلوس كتير. لا، انا لازم يكون التفكير عندي ان انا اتطور بشكل دايم، اتطور تكتيكيا وعقليا ذهنيا نفسيا. ده بيفرق معاك كلاعب كوره. ويعني في نماذج زي دي بنلاقيها بره في عالمنا العربي، زي محمد صلاح. محمد صلاح ممكن ما يكونش افضل لاعب عربي على مستوى المهاره ولا صح صح. يعني لا، لكن هو عقليه، افضل عقليه عربيه، افضل عقليه استمرارية، عربيه صحيح. كلاعب. مم. فالعقليه طبعا بتفرق يعني، ومش بس في اللعيبه، في الاجهزه الفنيه. نروح المنتخب لا يمتلك عقلية لا كرة القدم. عقلية بس على خفيف يعني، عقلية مزاجي على خفيف مزاجي. تتأرجح. بس ما في عقلية يزعلون، لا بس يقول اي منتخب مو متأهل. سلساوي اللي طلع معنا امس يجيني اليوم يقول يطلع لك من المكسر من لا، دائما متعارف على لاعبين هذا المنتخب اللي هو تعرف عليهم انه لا يعني ما عندهم استمرارية، ودائما انهم يعني ينفعلون بسرعة، وقد ياخذ كرت في عرفتم محمد؟ لا أحد ينكر أن مع موهوبين كنلعبوا كرة هجومية، وكنقدروا أننا نفرضوا السيطرة ديالنا على أي منتخب ونلعبوا معه كرة هجومية، عكس الناخب الوطني اللي ما كنساوش الخير ديالو ركراكي، لكن كنلعبوا اللور وكنعطيو قيمة للمنتخبات أنها تفرض السيطرة ديالها علينا، كنلعبوا الهجمات المرتدة. الآن مهما كانت قيمة المنتخب فكنفرضوا السيطرة ديالنا عليه، ولنا كامل الثقة في العناصر الوطنية من أجل تجاوز الطواحين الهولندية. وفي أمان الله.